بسم الله الرحمن الرحيم. اخباركم عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا امبارح ما نزلتش فيديوهات عشان كان عندي تحضيرات خاصه بمناسبه كبيره هنا موجوده، فان شاء الله بنبدا معاكم النهارده. هقول لكم الحمام بيتشوى ازاي، المشويات بتاعتنا بتطلع ازاي، بصل فلفل. المحشي عندنا برضو بيتسخن ازاي لو انا مش عايز ادخله ميكروويف، ولو اتسخن في ميكروويف ايه اضراره، وازاي تسخنه تسخين صحيح وتسخين طبي. ونبدا مع بعض ويلا بينا. طبعا احنا دلوقتي بنشوي مع بعض اهوت. ده الكباب المصري اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو التكه العماني، تكه لحم عمان او اوصال لحم بالسعوديه. وده طبعا شيش طاووق اللي هو تكه دجاج. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. طبعا ده الحمام بتاعنا بعد ما تبلناه. الحمام تتبيله الحمام عشان يديني اللون الطبيعي بتاعها بتبقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التتبيله عباره عن شويه كمون صغيرين، ربع معلقه كمون، ربع معلقه ملح، معلقه بابريكا، توابل دجاج عشان يديني اللون المناسب مع السمنه بتاعتها. وده تبلناه وجاهز للشوي. هنشويه مع بعض وهنقول الطريقه. وطبعا اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ديت الكفته بتاعتنا اللي هي الكفته المصريه. انا هنا ما برضاش اعملها على سياخ لاني بتبقى فرق معايا في الشكل والطعم، لان هي مطلوبه كفته مصريه. يبقى انا عاملها بنفس الشكل كده. ونقول بسم الله توكلنا على الله. يلا بينا نشوف المحشي. طبعا المحشي التسخين الصحيح للمحشي لو بارد معاك وعايز تسخنه كويس وتضمن ان انت بتسخنه تسخين صحي، انت بتجيب حله وتملاها ميه وتحطها على النار. واول ما الميه بتبدا اول ما الميه تبدا تغلي بتحط مصفى زي ما انت شايف، مصفى، وتنزل فيها المحشي وتغطيها عشان تاخد محشي صح، وكانك لسه عامل المحشي فريش، كانك لسه مجهز محشي حالا. وان شاء الله خليكم متابعين معايا. هعمل لكم الفيديو الجديد ان شاء الله بعد ما الحاجه تتشوى وتتظبط وتتجرنش. ويلا بينا للفيديو التاني.